مدينة الدار البيضاء. وعاجل قررت اليوم الخميس 28 دجنبر، وإحنا على بعد يومين فقط أو 3 أيام على نهاية هذه السنة، غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقد بالرباط رفض طلب نقد مغنية الكباريات دنيا بطمة، وبالتالي رسميا غادي تمشي للحبس. ومن مصادر خاصة لشوف تيفي تؤكد أنه منذ قضت يوم 27 يناير 2022 محكمة الاستئناف في مدينة مراكش بالسجن النافذ في حق باطمة مغنية كباريات لمدة 12 شهر، لجأ دفاع مطربة الكباريات والمجون والليالي الحمراء للطعن لدى محكمة النقد، الشيء الذي نتج عنه وقف تنفيذ الحكم، وهو ما تكرر يوميا بسؤال شوف تيفي على العديد من رواد العالم الأزرق عن أسباب تعطيل الحسم في ملف بطلة الكباريات وعدم صدور قرار محكمة النقد بعد أزيد من سنة من توصلها بالطعن في قرار محكمة الاستئناف. إذن متتبعينا الكرام، رسميا مغنية الكباريات دنيا باطمة غادي تمشي للحبس بعد ما قررت اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقد بالرباط رفض طلب نقد دنيا باطمة، وبالتالي رسميا خاصها تمشي للحبس. بطبيعة الحال أن شوف تيفي من مصادر خاصة تؤكد أنه منذ قضاء يوم 27 يناير 2022 محكمة الاستئناف في مدينة مراكش بالسجن النافذ في حق مغنية الكباريات لمدة 12 شهر، لجأ دفاع مطربة الكباريات والمجون والليالي الحمراء للطعن لدى محكمة النقد، الشيء الذي نتج عنه وقف تنفيذ الحكم، وهو ما تكرر يوميا بسؤال شوف تيفي. المغاربة كاملين كيسولوا علاش دنيا باطمة مغنية الكباريات مازال ما دخلتش الحبس. وتساءل العديد من رواد العالم الأزرق عن أسباب تعطيل الحسم في ملف بطلة كباريات وعدم صدور قرار محكمة النقد بعد أزيد من سنة من توصلها بالطعن في قرار محكمة الاستئناف.